باغي تبدل حياتك، نوض دير شي حاجه، كتب خطه، تعلم مهاره، خذ كتاب قراه، دخل الانترنت، قلب، خدم عقلك. مستر بن، انت ماشي ضحيه، راك انسان اختار يعيش عادي، يرضى بالقليل وينعس مرتاح، مشارك في جريمه ضد نفسك وكتسنى شي معجزه تهبط تبدل لك حياتك. كتمشي كترتاح، كتشكى من الفقر ومن الظروف، وانت اكبر ظرف كتشكل ضد راسك، تقول ما فياش، كتقول الدنيا صعيبه، الناس ما عاونونيش، ولكن الحقيقه راك ما تستاهل تنجح. تتبان الافعال ديال الناس اللي باغي النجاح. الناجح ما كيتسناش الدافع، ما كيتسناش العائله. الناجح كيتحرك بوحده، كيعول على راسو، كيشوف ديما راسو هو الاول وسط السكات وسط القهره، وما كيبكيش لانه عارف البكا ما غاديش يجيب ليه الفلوس، والشكا ما غاديش يفتح ليه البيبان، والراحه ما غاداش تخلق لي فرص. بما انك شي نهار تنادم معك الحال وفكرتي انك دير شي حاجه في حياتك، كتقول خاصني نبدا ولكن ما بديتش، كتقول خاصني نبدل هادشي هذا لكن مكمل في داك الروتين التافه ديالك، كتقول بغيت ننجح ولكن كتعيش بحال الناس الفاشلين. هادشي هذا ماشي صدفه، راك انت اللي يوميا كتقتل راسك، راك انت اللي يوميا كتقتل اي حاجه ممكن انها تطلعك، كتهرب من المسؤوليه، ولكن راك غير واحد بغيتي تكون مرتاح بلا تعب بلا ألم وبلا جهد. وهذا الشيء مستحيل لأن الحياة مبنية على أداء ماشي على أماني. قل اعملوا فسيرى الله عملكم. تشوف الناس كينجحوا كتقول عندهم الزهر، كتنسى باللي دازوا من الجوع، من الفقر، من العزله، من الدموع، وإلا ما قدرش العقل ديالك يستحمل هادشي هذا، عمر حياتك ما غادي تحسن. ما يمكنش تكون راسك خاوي وكتقلب على الفلوس، ما يمكنش تكون كسول وكتقلب على الحريه، ما يمكنش تكون ضعيف وكتقلب على السيطره. داكشي اللي كدير يوميا كيعكس الحاله ديالك. الا كنت ضعيف راه نتيجتك ضعيفه وماشي المجتمع اللي غلط، راك انت اللي ساكت على الظلم وتابع القطيع، وانت عارف راسك راك مختلف، وعارف راسك كي، وعارف راسك تقدر دير اي حاجه، ولكن فين هو التطبيق؟ علاش ما تقومش بالخطوه ديالك الاولى؟ شنو غادي تخسر؟ واش تبقى خاسر ولا دير واحد الخطوه لربما تنجح؟ درتي خطوه وامنتي في هذيك الخطوه، كون اكيد ومؤكد انك غادي توصل. باغي تبدل حياتك، نوض دير شي حاجه، كتب خطه، تعلم مهاره، خذ كتاب قراه، دخل الانترنت، قلب، خدم عقلك، خدم الجسد ديالك، خدم على راسك، لان ما كاينش شي حد غادي يدير بلاصتك، وما كاينش شي واحد غادي يعقل عليك. هذه هي الحقيقه، لا اله حتى شي واحد. والله ما كاين شي واحد ناجح في الدنيا ما ضرب، تماره، ما طاح، ما خسر. الفرق هو انه كمل وانت كتوقف مع اول خطوه. باغي تولي قوي خاصك تتعلم الصبر، باغي تحرر راسك خاصك تولي كتكره الراحه، كتكره العادات اللي كتعاود ديرهم يوميا. العدو الحقيقي ديالك هو داك الوقت اللي كتضيعه بلا معنى، في التفاهه، في الضحك، في الصحاب الخاويين، في الكلام اللي ما غادي ينفعك في والو. ماشي خاصك تبدا غدا، خاصك تبدا دابا. خلونا نشوفوا ان 60% ديال الناس اللي ناجحين كانوا كيامنوا براسهم، كانوا كيثيقوا في الحلم ديالو، كان كيثيق في راسو. انت راك قادر ولكن كتكذب على راسك، راك ذكي ولكن كتستعمل الذكاء باش تبرر الفشل، راك طموح ولكن مدفون في مخده ما كتهزاش فوق راسك. ولكن الدنيا ما كتعطيش فرص للضعاف، تعطي الفرص داك خونا اللي كيخدم يوميا وكيجرب كل نهار حوايج جداد وكيخلق فرص وما كيوقفش. اهم حاجه في حياتك هي انك ما توقفش. واخا تكون البدايه ديالك زيرو درهم تقدر توصل، واخا تكون بلا زهر تقدر تبني حظك، واخا يكون العالم كامل ضدك يكفيك تكون انت مع راسك. ماشي كلشي خاصو يثيق فيك، ولكن خاصك انت تثيق في راسك. ماشي خاصك تبدا وقت المثالي، لكن خاصك تبدا دابا وفي أسوأ الظروف ديالك، لان البدايه الحقيقيه كتجي من القاع ماشي من الراحه. بدا اليوم بلا عذر، بلا كتوب وبلا تاجيل. وملي كتقول الحقيقه كلشي كيجي ضدك، بما انك انت كتقول الحقيقه على بزاف ديال الحوايج اللي واقعين في الحياه دابا، واقعين في كلشي. بانني النظام الدراسي غادي يوصلك الاحلام ديالك، هذا فقط واحد الوسيله اللي كتقدر تعلمك تقرا، كتقدر تعلمك تكتب فقط. بما انك كتعول على الدوله وكتعول على التعليم الاكاديمي انه يوصلك في حياتك وتحقق به كاع داكشي اللي كتحلم به، وهادشي الا كان عندك حلم والا كانوا عندك اهداف، ما عمر المدرسه غادي توصلك لهادشي بتاتا. صفه نهائيه، احتمال ديال 0.40%. اهم حاجه في الرحله ديالك، اهم حاجه في حياتك كامله، اي حاجه كتمنى في حياتك، الا بديتي شي حاجه ما توقفش، لان هذيك الوقفه اللي كتوقف ممكن في ديك اللحظه تقدر تغير بزاف ديال الحوايج، ولكن انت وقفتي. دير لايك وتابعني باش بزاف ديال الحوايج جايين غادي تعرفهم.